بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولادي ويا إخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنسمي الله وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هنقول لا إله إلا الله وهنقول بسم الله. توكلنا على الله رب العالمين، الحمد لله. كده هنعمل معاكم يا بنات سمكة السلمون بطريقة صحية أوي في الفرن وخفيفة، لأي حد تنفع أي حد ياكلها بطريقة خفيفة. هي متبقاش محتاجة دهون ولا محتاجة توابل كتير ولا ملح كتير ولا أي حاجة، وهنعملها معاكم بطريقة جميلة جدا. كده أول حاجة هنعصر طبعا ليمون. هتقطعوها، هي بتيجي احنا بنجيبها متقطعة، بنجيب السلمون السمكة ونوزنها ويقطعها لنا. وفي بقى بتقولوا له لو انتوا عايزينها بناه يعني مخلية خالص، بيشقها بالطول وبيشتري العظمية من النص ويقطعها لكم قطع برضو كده. فكينا عصرت الليمون زي ما انتوا شايفين يا بنات كده. اهم حاجة في تتبيلة السمكة دي الليمون، عصير الليمون والثوم. انا كده فرمت الثوم وعصرت الليمون، وممكن اقل توابل بقى تمشي معاه. يعني مش لازم ان احنا نكتر التوابل لان هي دي مش محتاجة توابل كتير. هنا حطيت شوية كمون وشوية كزبرة ناشفين وشوية بابريكا وشوية ملح ونص معلقة صغيرة فلفل اسمر. ممكن تستغنوا عن الكزبرة والفلفل الاسمر عادي يعني. هنا بقى نحط شوية زيت زيتون ونعمل تتبيلة جميلة جدا تنفع لسمكة السلمون، تنفع للبوري لو هنعمله سنجاري، تنفع للبلطي لو بلطي كبير كده وهنعمله في الفرن بدون صلصة وبدون حاجة، نعمله بنفس التتبيلة دي بس. تنفع للبلاميطة، تنفع لأنواع كتير من الأسماك، ونعملها بنفس الطريقة خفيفة جدا جدا وبتبقى جميلة جدا كده زي ما انتم شايفين. التتبيلة حلوة قوي ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، تحفة وطلع جميل جدا. هنا هو مش محتاج ليمون، انا حاطه الليمون بس ريحه يعني، هيدي ريحه كده في الفرن بس، لكن هو واخد تتبيلته وزياده زي ما انتوا شايفين يا بنات كده. يعني هو تتبيلته كفايه عليه، والليمون انا حاطاه بالليمون البلدي دي بيدي ريحه جميله في الفرن مع مع السمك. وهنحطها في الفرن على من تحت 5 دقايق في قاع الفرن، وبعدين هطلعها على الشبكة في النص واولع عليها من فوق ومن تحت، عشان هو مش محتاج يا جماعة وقت طويل في الفرن، من ربع ساعة لتلت ساعة على نار عالية جدا، يا دوبك ياخد لون ونطلعه على طول يبقى مستوي، يبقى في منتهى الجمال. هنا معايا فصين توم بقى، هنعمل سلطة الكدوس الجميلة اللي احنا بنحبها. وهنا قرن فلفل اخضر او احمر حر، او ما انتوش عايزين حر مش لازم حر، زي ما انتوا عايزين. لو عايزينها حرة حطوا قرن حر، عايزينها عادية ما حطوا فلفل بس مش حر، بس هو لازم عن القرن الفلفل احمر او اخضر اللي موجود عندكم. هنا هنضربها، مش بنعملها ناعمة، بنعملها جرشة شوية كده، ونضربها كده على مرتين في الكبة. والطماطم انا مقشراها وحيشة البذر منها. ده تاني فيديو يا جماعة اعمله في السعودية، بس انا عاملة ده من بدري، ومن بعد ما جت يعني انا نزلت فيديو، وده تاني فيديو بس انا ما نزلتوش الا بعد ما عملت. الحمد لله ربنا من عليا، ربنا بمن عليا بنعم كتير قوي قوي لا تحصى ولا تعد والله العظيم، وفضل من ربنا والحمد لله رب العالمين. حطينا ملح قليل جدا، هنحط عصير ليمون، نحط زيت زيتون، لو عندنا بقدونس هنحط معلقه بقدونس، مفيش مشكله. انا بعت اجيب بقدونس بس لو جه قبل ما ناكل هحط، ما جاش خلاص مفيش مشكله. ومعايا الخضار بتاعنا وعملنا السلطه. انا دي السمكه هي يا جماعه جميله جدا قوي تحفه بسم الله ما شاء الله. بس هي كده استوت، هي كده بقى خدت اللون ده، ومن فوق ومن تحت كان متولع عليها وكده زي الفل معايا. هنعمل بقى شويه رز على قد العدد اللي عندنا كده، العدد مش كبير يعني. الحمد لله انا عملت العمره، الحمد لله عملت عمرتي والحمد لله. والفيديو ده بقى بنزله بعد العمره، بعد العمره على طول، يعني بعد ما عملت العمره على طول
حتى انا لسه ما روحتش الرياض، بس قلت انزله عشان متابعيني وكده. بس يا جماعة، يعني أنا المشاهدات عندي قليلة جدا جدا، فمانيش عارفة بصراحة. يعني عندي إحباط كده، مانيش عارفة، المشاهدات عندي قليلة. حتى لو اللي عندي حتى بدخل لي نصهم حتى على الفيديو، هيبقى الفيديو كويس. لكن حتى أنا ما المشاهدات عندي بطيئة جدا جدا، مانيش عارفة ايه السبب ولا ليه. المحتوى مش عاجبكم يعني ولا ايه؟ مانيش عارفة بصراحة. آه، الحمد لله عملت العمرة ودعيت لكل اللي طلب مني. دعات انا مسجلة والله. برضو في الحرم كان زحمة موت بصراحة، وانا بعمل العمرة كان زحمة جدا جدا جدا. وكنت انا وابو احمد، ما كانش معايا حد حتى يصورني. انا صورت كده، بصيت كده الكعبة وانا ماشية كده، يعني صورت تصوير خفيف كده. وطبعا ما عشان انا كنت لوحدي وكان الزحمه بصراحه، كان في زحمه جدا جدا. ودعت لكل اللي طلب مني والله، دعت لهم كلهم. ودعت للمشتاق يا رب ربنا يرزقه الذريه الصالحه. ودعت لك يا هناء انت وولادك، والله العظيم دعت لك انت وبناتك وولدك، دعت لكم كلكم. وبالعلام ربنا يرزقهم العلم، ويرزقهم راحة البال، ويرزقهم برضو المال الحلال، ويرزقهم الزوج الصالح. أنا دعت لهم بكده، ودعت لهم إن ربنا يكفيهم شر الطرق، وشر المستخبي في علم الغاب، وشر كل غدار يا رب، هم وولادنا وولادهم وولاد المسلمين أجمعين يا رب. ودعت لي ودعت لك يا ريما ربنا يصلح حالك ويرزقك بالذرية الصالحة يا رب. والأسماء حبيبتي والكل اللي طالب مني أنا دعت له يا جماعة. الاسم اللي بقيت افتكره بقيت ادعيه له، واللي ما افتكرش اقول يا رب كل متابعيني وكل اللي معايا وكل اللي دخل لي جديد والله يدخل لي، ترزقه راحة البال والمال الحلال. ودعت طبعا لحبيبتي ريري، ما نسيتهاش والله. دعت ليها هي واولادها وجوزها، وربنا يرزقها راحة البال والمال الحلال، ويكفي ولادها شر الطريق يا رب، وشر المستخبي في علم الغاب. وخلي لها جوزها واولادها وارزقها راحة البال. والكل اللي متابع، لا دعت لك كله والله العظيم كله. كل اللي طلب مني كلهم والله العظيم دعي طول الطواف، وانا بدعي لولادي وولاد المسلمين وولادهم، وكل اللي معايا على القناة وكل من دخل لي انا بدعي له بكل حاجة حلوة دعت له بها. وربنا يتقبل يا جماعة، ربنا يتقبل بنعمه اللي أنعم علينا بها، اللي لا تحصى ولا تعد يا رب. وده بقى انا كنت صايمه طبعا، وده الاكل بتاعنا، وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.